بصوا بقى عشان نبقى متفقين، ده اسهل مباراة في المجموعة حرفيا. الاهلي كان لازم يطلع من الشوط الاول كسبان 2-0 على الاقل. اسمع مني بقى الكلمتين دول وتعالى نحلل الماتش وسيبك من العاطفة زي ما احنا متفقين. وقبل اي حاجة حابب بس اقول حاجة بسيطة جدا بخصوص الناس اللي فرحانة في اصابة امام عاشور، زملكاوية بقى بيراميدزاوية اللي هم مالهمش جمهور اصلا، بس ايا كان انا كزملكاوي هو بتكلم عن نفسي كمان. ده بني ادم، هو افضل لاعب في الفرقة الفترة دي وافضل لاعب في مصر، انت لازم تعترف في ده. وانا كزملكاوي اي بني ادم حتى ما ينفعش نفرح في اصابة اي لاعب مهما كان يا جدعان. ده مش بني ادم، يعني انت كده مش بني ادم سوي، ومش هقدر اقول غير كده بس انت فاهم قصدي. المهم نرجع للماتش. كمية فرص وسوء توفيق غير طبيعي من الاهلي مع ضياع فرص محققة، مش فاهم ازاي. اصابة امام عاشور، ضربة جزاء مهدرة لزيزو. انا نفسي افهم ليه تريزيجيه دخل يشوط. حد يقنعني ان تريزيجيه رقم واحد؟ كلنا عارفين ان وسام رقم واحد في الاهلي، زيزو هو المفروض يبقى رقم 2. بناء على ان وسام ما كانش موجود زيزو هو رقم واحد. ما فيهاش. ده واحد دخل الشوط اللي فات الودي اول ضربة جزاء جابها جول، واحد شاط اولمبيات شاط ضربة جزاء، واحد شاط في افريقيا ضربات جزاء. يا جدع ده كان بيشوط على صلاح، يعني انت مش فاهم فيه ايه. وانا هنا مش بقلل من تريزيجيه خالص والله، تريزيجيه من افضل اللعيبه اللي في الملعب، ده لو مش هو افضل واحد يعني. عايزك بس تفهمني انك ازاي تخرج تريزيجيه وبن رمضان مره واحده. علامه استفهام كبيره قوي الصراحه. انا بحاول التقط الفاظي مش اكتر. ومحدش يقول لي لسه مش عارف الفرقه وكل الكلام ده. انت ببساطه لو قرأت الجيم كويس هتعرف ان الماتش كان فيه سرعه كبيره جدا 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 في التحولات، فبالتالي الحل الوحيد اللي عندك على الدكه اللي يقدر يقف على الكوره ومن افضل اللعيبه اللي موجوده في الفرقه بن شرقي. أنا مش فاهم ازاي انت ما فكرتش في كده يعني. ده المفروض ان اي حد عاقل هيقول لك تخرج حمدي فتحي، او حتى يا عم خرج مروان عطيه وسيب التاني وترجع تريزيجيه رقم 8 وتنزل بن شرقي. سهله اهي، ده عماد النحاس قاعد جنبك يعني، وتريزيجيه في المنتخب بيلعب رقم 8، في الريان بيلعب 8 هو وبن شرقي اللي احنا بنتكلم عنه، اللي انت جايبهم هما الاثنين عشان كاس العالم، فتسيب كل ده وتنزل لي حسين الشحات. انا مش فاهم. واصلا تريزيجيه هيقدم الدور ده على اكمل وجه، هيقدم دور امام عاشور بالحرف، يعني رقم 8 مهاجم مفيش جنب بين رمضان. فانت بقى انا مش فاهم، انا هتجنن. انت بتسيب كل اللي حصل ده وتنزل لي حسين الشحات وطاهر. انا بجد عماد النحاس معاك على الدكه، يعني المفروض تاخد قرار. فانت بقى بعد كل ده تسيب كل اللي احنا بنقوله وتنزل حسين الشحات وطاهر، وحياه الله وحياه ربنا هتجنن. اللي هيجنني اكتر ان عماد النحاس يا جدعان معاك على الدكه. يعني لو هتاخد قرار يا باشا استشير اللي معاك، هيفهمك على الاقل. وبجد والله انا بس عايز اعرف حسين الشحات كان بيفكر في ايه. يعني الواحد استناه يباصي ما باصاش، استناه يشوط ما شاطش. فانا بس عايز اعرف انت كنت مستني ايه، انت كحسين الشحات داخل بتفكر في ايه. انا عارف ان انت بتفكر في مليون حاجه رجلك مش جايباك، معاك عتاوله ومدير فني قرر ينزلك انت ويقعد العتاوله بره. نيجي بقى لمروان عطيه. بص يا ابني، انك تلعب على ميسي دي حاجه اسمها مستحيله في الكوره، فانك تلعب 90 دقيقه مان تو مان ده اعجاز يا ابني والله بجد. الله اكبر ما شاء الله عليك، امسك الخشب طبعا. الخلاصه الحمد لله على اللي فات كله. انت عملت ماتش كبير بس عندك اخطاء كتيره جدا، وخصوصا انك فقدت اهم لاعب في الفريق امام عاشور، ربنا يقومه بالسلام. فخليك عارف الليفل اللي جاي اصعب، هو بدنيا اعنف وكرويا احسن بكتير. بالميراس احسن بكتير من انتر ميامي، واللي يقول لك غير كده يبقى بلح يعني. وفكر كويس، والعك اللي حصل الماتش ده اتمنى ما نشوفوش تاني. وشكرا.